يا صباح الفل عليكم يا احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبصحة وسعادة، اللهم امين. عايزكم تدعوا لبابا ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض، اللهم امين. النهاردة بقى روتين حلو جدا ومشجع، وان شاء الله لو وراكي اي حاجة او كسلانة لا هتقومي دلوقتي وتظبطي بعد ما تخلصي الفيديو. لو انتي اول مرة بتشوفيني فانا اختك بيرو، يسعدني ويشرفني وجودك معايا في القناة. بتعملي ايه يا بيرو؟ هقول لكم. بعمل فطار حلو جدا، خفيف وفي نفس الوقت بيهضم وبيحرق يعني سعرات كتيرة من الجسم. هتشوفوا معايا برضو الطريقة في اخر الفيديو، كمان بتعشى بيها، حلوة جدا. هتقولي لي يا بيرو المكونات ايه؟ هقولك 3 مكونات بس، بجد بجد بيحرق وبيسد الشهية جدا يا بنات. انا استخدمت مرة بس، يعني كلته مرة في العشاء، بجد ان شاء الله هبقى مواظبة ان انا اخده، عشان حلو جدا بيسد الشهية خالص، بيخليكي كده شبعانة مش عايزة تاكلي. ما فيش ان انتي تروحي تعملي بقى سندوتش المربى والقشطة اللي انا متعودة عليه، الحمد لله. وقف الحتة دي خالص عندي، الحمد لله يا رب. هقول لكم ال3 مكونات. كوباية زبادي بلدي تشيلي منها الوش، تمام. معلقة كمون، والليمون، ليمونة نص ليمونة كده، بجد بجد حلوة جدا. بيعمل ايه بقى يا بيرو الليمون بالزبادي بالكمون ده؟ بيساعد على عملية الهضم، بيحسن حركة المعدة، بيقلل حدوث الإمساك، وبيساعد على فقد الوزن، يعني بيخليكي بجد بتخسي جامد، حلو جدا. بينزل من 2 ل4 كيلو. كمان لو عندك كرش أو عندك كمان بطن بتاعة الولادة، حلو جدا. كمان بيخسس كمان باقي الجسم كمان، يعني زي الأرداف، الدراعات برضو، كل حاجة. بصوا بقى عشان خاطر بس اكمل لكم الفوائد، هقول لكم انا بعمل ايه. انا بنضف تنظيفه كده هوت ايه، عشان خاطر الحيطه بتاعتي مغمقه خالص، فقلت ان انا انضفها عشان خاطر يعني الشتا بقى داخل علينا، فانا عايزه الحيطه دي تنور. فبقول لكم انا مش هعمل الكشمير، اعمل الحيطه اللي هي بس ايه اوف وايت. كشمير بقى لقيتها نظيفه، اما الاوف وايت على طول بتلم اتربه عشان لونها ايه فاتح. فانت لو عندك حيطه فاتحه ريسبشن، حالا هاتي الموب بتاعتك، او لو ما عندكيش حاولي انت تحوشي كده وتجيبي لك موب، بجد بتريح جدا، وتنضفي كده تنظيفه خفيفه. بس هقول لكم برضو الفوائد، بس في اخر الفيديو اكمل لكم برضو الفوائد، عشان خاطر بس اقول لكم ازاي انا بنضف تنظيف عميق وفي نفس الوقت ما بتعبش نفسي. تمام يا بنات؟ تمام يا احلى اخوات في الدنيا. بس لو وصلت لحد هنا حطي لي بقى الاشتراك لو انتي لسه جديده، وحطي لي لايك كده منك عشان خاطر ايه تشجعي وتشوفي حاجات مني جديده كده وتستفادي. بتحطي بقى ايه في الميه؟ ايه يا بيرو؟ بحط لكم دوني عشان خاطر همسح الحيطه بعد ما عملتها بقى باللهلوبه بقى، او ممكن بريكس. بريكس برضو بينور الحيطه وبيخليها كده زي الفل، بالذات الحيطه اللي هي اللي بتبقى فاتحه. تمام. ما تحطيش كرور في الميه عشان كرور هيبوظ ايدك وينشفها. فانا جبت بقى كده الموب بتاعتي ومسحت بقى، عشان خاطر الحته دي بتبقى مليانه اتربه. هتشوفوا دلوقتي معايا الفوطه عامله ازاي. ازاي بقى ان انتي هتبدأي؟ طبعا هتشوفوا معايا برضو، هوريكم بقى. بصوا التراب عامل ازاي، بصوا اهو، بصوا. طبعا لو عايزه تقسمي شغل البيت، اول حاجه هتشوفي عندك غسيل، اول حاجه تعمليها هو الغسيل يا بنات. لو عندك اطفال ربنا يخليهم لك، اهم حاجه وانتي صاحيه من الصبح السكين كير بتاعك، تاخدي السكين كير، غسل السنان بقى، غسل الوش بالغسول، كريم المرطب، وبعد كده تخشي على الغسيل. هتشوفي الباسكت فيه غسيل ولا لا. وطبعا انا عارفه في كل بيت عنده اطفال ربنا يخليهم لكم يا رب، بيبقى الغسيل كتير جدا. تمام. فالمعلومه دي انا عارفاها من اختي الكبيره، ربنا يخليهم لها لاولادها يا رب، اللهم امين. بس بجد الغسيل عندها بيبقى كتير كتير، فانتي ما تكوميش الغسيل يعني تخليه مرتين في الاسبوع ولا 3 مرات، لا كل يوم هتغسلي كمية بسيطة، وهتلمعي الغسالة وتقفليها. تمام. فانا كان عندي شوية غسيل، انا بالنسبة لي عشان احنا 2 لسه، فبغسل كميات مثلا 3 مرات في الاسبوع. اما لو انتي في اطفال فانتي على طول كل يوم تغسلي كمية، وتلمعي على طول الغسالة معاكي على طول عشان خاطر تبقى معاكي نظيفة. ما ينفعش ان انت تسيبيها كده
تسيبيها او تعدي عليها يوم من غير ما تنضفيها، لا لازم تنضفيها عشان خاطر ما تكوميش عليكي الاتساخات. تمام. بس بصوا بوريكم بقى التراب ازاي. تراب بقى واتساخات كده، بس الاتساخات بتبقى تحت. طبعا لو انت عندك اطفال حاولي ان انت تزودي الجرعه كده اهو بتاعه اللهلوبه يعني، او المنظف، القماشه اللي فيها المنظف تحت، عشان خاطر الاطفال بتمشي بتمسك الحيطه، فانت لمعي من تحت اكتر. اما من فوق بقى لا، بتبقى تلميعه كده بسيطه. بيبقى فوق بقى طبعا محدش بيبقى واصل لفوق، بس هو بس شويه اتربه وخلاص. بس تاني حاجه، اي كركبة هتاخديها في باسكت وتقومي مرجعها مكانها. ده اسهل حاجة بجد تعمليها لو انت عندك اطفال ومتعبينك في البهدلة. هتاخدي الباسكت وتحطي فيه الحاجات اللي انت مثلا في الريسبشن في اوضه الاطفال، بعد خلاص ما طبقتي بقى كل الفرش وروقتي السراير، بتاخدي الباسكت الكبير ده زي بتاع اللعب كده، بتحطي بقى فيه كل حاجة، زي المفاتيح، زي مثلا لو في مثلا ببرونة، في مثلا لبن على الترابيزة، كل الحاجات دي مثلا مش مكانها، مش في مكانها يعني، تاخدي الحاجات دي تحطيها بقى في الباسكت ده، وبعد كده ترجعي كل حاجة مكانها. تمام. بعد كده بقى هتخشي بقى على الانتريه وهتنفضيه كده تنفيضة حلوة. لو هو مفروش او هو مثلا عليه مش عليه بياضات، هتظبطي البياضات، لو عايزة تتغسل بتغسليها. عايزة الكراسي مثلا تتلمع، عايزة برضو تلمعيها، فبجد بجد هيفرق جدا معاكي. تمام. اهم حاجة ان انتي تظبطي يومك، هتشوفي هتعملي ايه، ما تسحميش الدنيا على نفسك خالص. طبعا الشتا داخل علينا، ولو انتي مش فرشة السجاد كده زيي، ان شاء الله انا هفرشه معاكم برضو واوريكم انا هشيل الحاجة من البداية من اول للاخر. تمام. بس انا دلوقتي مش فرشاه عشان لسه الجو برضو ما بردش قوي، فالسجاد عندي تقيل، مش حافظات يعني. تمام. بس كده يا بنات، بدأت بقى ان انا اي حاجة على الانتريه بنفضه تنفيضة كده خفيفة، وارتبه كده ترتيبة عشان خاطر يبقى الريسبشن عندي مستقبل اي ضيوف يجولي فجأة، ما يبقاش الدنيا مكركبة. يعني انا مش هستنى الدنيا تتكركب وبعد كده اروقها، لا هروق باول اول. تمام يا بنات. تمام يا احلى اخوات في الدنيا. لو انتي بقى وصلت لحد هنا، متنسيش اللايك بقى لاختك عشان خاطر الفيديو يوصل لاخواتنا كلنا، وعيلتنا كده تكبر بيكو. طبعا اخواتي واصحابي اللي بيحطوا لي لايكات، تسلم ايديكوا وعينيكوا، والكومنتات زي القمر. بس كده بتلمعي كل حاجة حواليكي، وبتشيلي بقى الدنيا كده تنفضيها عشان خاطر بقى الريسبشن يبقى متروق كده ومتظبط. اهو بصوا انا فرشه اصلا الحافظه ديت عشان خاطر لسه الجو عندنا يعني ايه، ما بردش قوي. بس الجد ان شاء الله هفرشه خلاص، هو كده كده مغسول عندي، كان مغسول عندي من الدايري كريم، كان جابولي ومغسوله زي الفل. طبعا بقى بشوف الحاجة اللي يعني بصوا ما قربتش عليها بقالي فترة، فبحاول ان انا المعها كده وارجع اخليها كده ليها بريق، بريق لامع يا بنات. بلمعها تلميعة حلوة في اتربة بقى، في اتساخات، بحاول ان انا بقى ايه ألمع كويس. طبعا الكولمان ده خلاص كده شكرا مع السلامة، مع السلامة، باي باي الصيف. شيلته بقى عشان خلاص كده اصلا بنشرب مية يعني وسط، مش ساقعة قوي، وكمان ما بقيناش نشرب كتير خلاص يعني زي الاول. في الصيف بقى طبعا المية بتبقى كتير. طبعا لو ما عندكيش بقى ديتول، طبعا انا بستخدم ديتول بالليمون. بحط بقى ايه يا بنات، بحط داوني. عارفين الداوني اللي هو بتاع الملابس، بجد بيخلي ريحة الشقة حلوة قوي، وبيلمع معايا الارضيات. طبعا كده عشان تحافظي بقى على نظافة البيت، تحاولي ان انتي تلمعي بقى ال- الارض بقى اللي هي بتبقى باينة، بعيد عن السجاد بقى وكده، فاهماني؟ بتحسي ان انتي بقى خلاص الدنيا عندك نظيفة. اهو بصوا، كل ده بيبقى مليانة اتربة تحت الكنب، تحت الانتريه،
تحت البوفيه كله بيبقى فيه اتربة بس مستخبية كده. طبعا الفيديو اللي فات انا كنت ماسحة معاكم كل الحاجات من ورا وكده، بس الدنيا نظيفة عندي. بس برضو الاتربة كده بتيجي كده تخش من كل حتة. يعني بجد انا زهقت من الاتربة، بس هنعمل ايه؟ ربنا يقوينا يا رب، ويقوي كل ست وبنت كده بتعمل شغل البيت. اللهم امين. عايزه اقولك ان انا عملت غدا حلو قوي. في ناس يا بنات يعني ما بينجحش معاهم الكشري اللي هو في حله واحده. انا عملته، بس عايزه اقول لكم ان انا ما جبتش الطريقه معاكم، يعني عشان خاطر بس الفيديو ما يطولش يبقى طويل قوي. بس هوريكم بقى كميه الفلفله بتاعه الكشري، وبجد يعني فكره حلوه ان انا عرفتكم انا عملت اكل ايه، عشان خاطر لو انتي حيرانه ولا بكره تعملي الاكله ديت. فانتي قوليلي بقى هتعملي اكل ايه، او عملتي اكل ايه النهارده، عشان خاطر كده ندي لبعض افكار. طبعا هوريكم بقى احلى فكره بجد بتفرق معايا جدا جدا جدا. هتفرق معاكي في ايه يا بيرو؟ هقول لكم. العيون دي يا بنات بتبقى بصوا يعني فيها سواد سواد يعني. فانتي بتجيبي الخل وبتحطيها كده في طبق كده لوحده، وبعد كده بتغسلي العيون بقى. تمام. عيون البوتاجاز. ليه بقى بتحطي شويه خل؟ عشان الخل دوت يا بنات بيعقم معاكي العيون، وفي نفس الوقت بيخلي العيون يعني فيها لمعة حلوة كده، وبترجع كده كأنك ما شاء الله لسه جايبة البوتاجاز ده. فاللهم بارك. هتشوفي معايا البوتاجاز عامل ازاي. بس بدأت ان انا بقى خلاص صبنته كويس. عايزة بقى تلمعيه اكتر، نقطة خل كده بمناديل هتلمع معاكي الصاجة وتخليها زي الفل. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. كمان العيون غسلتها. تقعدي بقى على الارض، تقعدي وانتي قصدي واقفة على الحوض براحتك، اهم حاجة بس تخلصيهم اهو. بصوا لمعوا ازاي ما شاء الله. طبعا الكبيرة دي يا بنات انا بصراحة يعني ما بعملش عليها اكل كتير، غير بس لما بحمر عليها مثلا طاسة سمك كده. بس كده اللهم بارك. خلصت البوتاجاز وهعمل بقى ايه؟ الحمص. بحط ميه كده اهوت وبنقعه شويه، عشان ده بقوليات لازم يتنقع ومعاه شويه كمون. رجعت بقى ايه للشقه بره، عشان خاطر بقى ايه قبل ما زوجي يجي، عشان عنده ماتش بقى يتفرج عليه. فقلت ان انا ايه اظبط بسرعه، ابخر واقفل بقى الدنيا. هنا بقى خلاص زوجي جه وقعد بره، فانا قلت بقى ايه احضر الغدا كده ايه بسرعه. بصوا بقى على الفلفله، يعني بجد كشري جميل جدا. في ناس بتعجن معاهم اعوذ بالله. عايزه اقول لكم ان انا الحمد لله بظبط الميه جدا، ومن زمان بعمله كده. ان شاء الله لو عايزين نعمله معاكم قولولي وانا اعيده تاني، مفيش اي مشكله. بجد هو طعمه حلو. حتى جوزي ما بيحبش اصلا بتاع اللي هو الشارع، فعجبه الحمد لله جدا. عايزه اكمل بقى معاكم يا بنات فوايد الزبادي بالكمون بالليمون. يعني لو انت عندك بطن ولا حاجه حاولي ان انت تاخديه. وبجد لو بتخسي كده زيي بادئه رجيم بقى، فحاولي ان انت تظبطي نفسك كده في الاكل، وهتلاقي نفسك كده زي الفل باذن الله. فانا برضو لسه هعمل معاكم فطار برضو. هجيب بقى عيش سن بقى وجبنه قريش واظبط الدنيا، بس ايه نقبض بس ان شاء الله كده. بصوا ده كمون اهوت. ده كده من اول الوصفه بقى، ده انا بتعشى بيها كمان. تحفه تحفه يا بنات. بيقلل مستوى الانسولين وبيخفض مستوى دهون الجسم، وبيساعد كمان. عايزه اقول لكم ان هو بيساعد في تحفيز النوم، بيخليك كده عاوزه تنامي. وبيقلل يعني الشهيه خالص، يعني بيخليك ان انتي مش عايزه تاكلي. وبيحرق دهون كتيره.
وحلو قوي كمان لبناء العظم في الجسم، طبعا عشان هو فيه زبادي، فبجد حلو جدا يا بنات. طبعا حلو كمان للقولون، عشان خاطر الكمون ده، تحطي كمون حلو برضو للناس اللي عندها قولون، بس فوائده كتيرة جدا يا بنات، حلو قوي. فانا ان شاء الله هبقى مستمرية عليه، عشان خاطر هو بيخسس من 2 ل4 كيلو، مع طبعا المشروب اللي بتشربيه بعد الغدا اللي هو الجنزبيل والليمون. طبعا عندي برضو مشروب تاني بشربه، هعرضه معاكم واوريهولكم. عايزه اقولك يا بنات ان كمان الفوائد بتاعته ان مقاوم لضد الامراض، وبيزيد المناعه، وبيحسن امتصاص الكالسيوم، وبيخفض مستوى الكوليسترول الضار بالدم. بجد حلو جدا يا بنات. هتحطي معلقه كمون ونص ليمونه زي ما قلتلك في اول الفيديو، وبتعصري عليها الليمونه وبتقلبي جامد جامد. واسيبكم على خير باذن الله، مع السلامه، باي.